من كام سنة كنت شغال في مكان، والمكان ده كان فيه واحد كل ما يشوفني يبص لي كده بنظرة استغراب ويقول لي يا عم عيش سنك، احنا في سنك كنا بنعمل عمايل ما تتوصفش. فكنت ساعتها ملتزم بشغلي، بنام بدري وبحاول امشي صح على قد ما اقدر. فاللي فهمته انه كان يقصد عيش سنك التانية اللي هي صاحب بنات، اسهر، اشرب. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. ومع كل كلمة كان بيقولها كنت بحس إني غريب. كنت أرجع لنفسي وأسأل هو أنا غلط ولا صح؟ هو الطبيعي إن الشاب في السن ده يعيش حياته غلط ولا إنه يحافظ على نفسه؟ ومع شوية تفكير كنت بلاقي إجابة واضحة جدا، أنا اللي كنت ماشي صح، والحمد لله إن ربنا نجاني من إن عقلي يتسحب في مفهوم غلط اسمه عيش سنك. بس السؤال الحقيقي هو يعني إيه تعيش سنك؟ مفاجأة، تعيش سنك يعني تفرح وتضحك وتجرب وتتعلم وتغلط وتصلح غلطك. تعيش سنك يعني تتحرك وتبني وتطور نفسك وتشوف الحياة بعين واسعة، بس من غير ما تضيع نفسك، من غير ما يبقى معنى عيش سنك انك تغرق في حرام وتقول عادي انا لسه صغير. المشكلة في الزمن ده ان المفاهيم انقلبت، بيجي اللي بيسهر ويشرب ويضيع وقته في علاقات غلط شايف نفسه عايش الحياة، واللي بيحاول يمشي صح شايفينه معقد ومش طبيعي او ما بيفهمش. جيل كامل اتلخبط بين الحرية والهوى. بيجي في ناس فاكرة ان الحرية انك تعمل اللي نفسك فيه، تكلم اي حد، تدخل اي علاقة، تتفرج على اي حاجة وتقول دي حياتي وانا حر فيها. بس الحقيقة ان الحرية مش انك تعمل اللي انت عايزه، الحرية انك تتحكم في اللي نفسك عايزاه، انك تملك ضعفك مش هو اللي يملكك، انك توقف قدام شهواتك وتقول لا، دي الحرية. وفي ناس تانية تقول لك الالتزام مش وقته دلوقتي، نتوب لما نكبر، لما نستقر، لما نتجوز. واخد بالك انت؟ لما نتجوز ده على اساس لو اتجوز. طيب مين ضامن عمره؟ ومين قال انك هتلحق اصلا؟ الشباب هو الوقت اللي ربنا اداك فيه اهم 3 حاجات: طاقة وعقل وصحة، علشان تستخدمهم في بناء مستقبلك ودنياك واخرتك، مش تضيعهم وتستنى لما تكبر، وساعتها هتكون فقدت اكتر حاجات كان المفروض تبني بيها نفسك من البداية. عيش سنك، عيشه، بس عيشه صح. اضحك، افرح، اخرج، اتفسح، حب الحياة واعمل اللي بتحبه وتعلم كل يوم حاجة جديدة، بس من غير ما تخسر نفسك. عيش الحرية الحقيقية اللي فيها ضمير، اللي فيها رضا من ربنا وراحة في قلبك. ساعتها هتعرف يعني ايه تعيش سنك بجد، تعيشها من غير ما تضيع اخرتك، تبني فيها، تتقدم فيها، وتكون فخور بنفسك مش ندمان. ولما تكبر وتبص وراك تضحك، مش على اللي ضيعته، لا، تضحك لانك اخترت الطريق الصعب اللي قليلين مشوه بس كان هو الطريق الصح. ولو حسيت نفسك غريب وسط الناس اصبر، الغربة دي مش ضعف، دي علامة انك ماسك في مبادئك في زمن كله بيتنازل عن مبادئه. وخدها من اخوك، اللي بيختار الصح في الزمن ده هو اللي كسبان بجد. وخليني بقى اقول لك حاجة اخيرة، كلهم قالوا لي عيش سنك، بس ما حدش قال لي ازاي. وانا دلوقتي فاهم ان العيش اللي بجد مش انك تضيع نفسك، العيش اللي بجد انك تلاقي نفسك من غير ما تخسر ربنا. وبس كده، القاكم في فيديو جديد وحديث جديد من حديث سمك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.